السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة معاكم في فيديو جديد على قناتي، قناة جربي وصفتي. وقبل ما ابدأ معاكم الفيديو احب اشكر حبايبي اللي دخلوا واشتركوا معايا في القناة، وبشكر تعليقاتهم، ومبسوطة قوي باشتراكهم معايا، وبتمنى ان انا اكون عند حسن ظنهم. ويا رب ما يحرمني منكم ابدا يا حبايب قلبي. الفيديو بتاع النهاردة هيكون يا حبايبي عن طريقة عمل البليلة. ده معانا قمح البليله ده يا حبايبي على قد الكميه اللي انت محتاجاها. نص كيلو، عايزه تعملي كيلو براحتك على قد العدد الموجود عندك. زي ما انتوا شايفين كده معانا قمح البليله اهو. هناخده بقى ونغسله ونصفيه، وبعد ما نقيناه ونضفناه وهنغسله كذا مره تحت الميه الجاريه، وبعد كده هنشوف هنعمل فيه ايه. ده يا حبايبي رجعت لكم بعد ما غسلت البليله وصفيتها كويس. معايا هنا ميه حطاها بتغلي على النار. هبدا بقى انزل فيها البليله واسيبها لما تتسلق في الميه، وبعد لما تتسلق وتقرب تستوي هوريكم هعمل فيها ايه. بصوا يا حبايبي، دي البليله اهي بعد ما حطيتها على النار. حطيتها في ميه مغليه، وكمية المية يا حبايبي قلبي بتكون زيادة عن البليلة، لأن البليلة احنا عارفين ان هي فيها نشويات بتزيد وبتشرب المية اللي فيها. فلازم المية تكون زيادة على البليلة علشان خاطر تاخد راحتها في السوا. فيعني يكون مقدار البليلة مثلا المية تكون مرة ونص قد البليلة او مرتين، مفيش مشكلة، هي كده كده هتشرب المية الموجودة فيها. هنسيبها بقى تتسلق على النار، وبعد ما تتسلق هنشوف هنعمل فيها ايه يا جماعه. ده يا حبيبي شكل البليله لما باتت لتاني يوم الصبح. زي ما انتوا شايفين كده شربت الميه اللي فيها وبدأ حجمها يتضاعف وبدأت تفتح زي ما انتوا شايفين. وده سر عمل البليله، ان هي تبات لتاني يوم لحد لما تبدأ تتفتح كده علشان خاطر تشرب كويس من اللبن اللي فيها. وهنشوف هنعمل فيها ايه. بصي يا حبيبي، دي البليله انا زودتها شويه ميه وحطيتها على النار زي ما انتم شايفين كده تغلي، وهبدا انزل عليها بالسكر. هحط السكر زي ما انت يعني الكميه اللي انت عايزاها، على حسب ما انت بتحبي السكر، خفيف سكر تقيل، على حسب ما انت بتحبيه. وهنبدا ان احنا نقلب فيها كده. بعد كده يا جماعه نبدا ننزل اللبن، ننزل عليها اللبن اهو زي ما انتم شايفين. محتاج لبن تاني هزود. هي طبعا زي ما انتم شايفين هتحتاج لبن معايا كده. ازودها لبن وبعد كده هسيبها بقى تغلي مع اللبن كده على البوتاجاز. هسيبها تغلي مع اللبن شويه، ولما احس ان هي بقى قربت تشرب من اللبن اللي عليها ده وتتقل معايا وتلف، هي بتعمل بتنشي، بتعمل اكن انت حاطه عليها نشا. بنغطي عليها وبنسيبها، وبعد كده هنشوف هنكمل نحط عليها ايه تاني. بصي يا حبيبي، دي شكل البليله بعد ما غليت شويه في اللبن. هبدا انا احط عليها جوز الهند اهو. هبدا احط عليها شويه جوز الهند كده. انا بحبهم ياخدوا معاها غلوه، بيخلوا طعم اللبن كله واخد من طعم جوز الهند، وبيخلي ليها ريحه وطعم حلو خالص. هسيبها تغلي معاها غلوه بس بسيطه كده، لان هي كده البليله خلاص ايه جاهزه. هسيبها تغلي معاها غلوه بسيطه، وبعد كده هطفي عليها النار واحط عليها الفانيليا ونبدا بقى نصبها. دي يا حبيبي شكل البليله بعد ما طلعت من على النار. طفيت عليها وحطيت عليها فانيليا. هنبدا بقى احنا كده نظبطها للاكل. هنحط يا جماعه معايا سمنه بلد اهي. السمنه البلد دي بتخلي
طعم البليلة رهيب. بحط معلقة سمنة بلدي على الوش، اللي عايز يحط ماشي، مش عايز براحته، بس هي بتخلي طعمها حلو ولذيذ خالص. اهي التانية هخلي واحدة عليها وواحدة لا. بعد كده هبدأ احط على الوش بقى جوز الهند، وابدأ احط عليها زبيب زي ما انتم شايفين كده. ودي نفس الحكاية اهي، هبدأ احط عليها زبيب برضه زي ما انتم شايفين. ده بيكون شكل البليلة يا جماعة بعد ما بتخلص. جربوها صدقوني هتعجبكم خالص، هيكون طعمها روعة اهي زي ما انتم شايفين كده. وبعدين البليلة دي قيمتها الغذائية عالية، وبالنسبة برضو للناس اللي ممكن تعمل رجيم عادي برضو ممكن هي نستخدمها كوجبة فطار. بس ممكن استعمل لبن خالي الدسم او كامل الدسم مفيش مشكلة، بس انا ممكن اقلل، بدل ما احط سكر احط عسل ابيض، بدل ما احط سمنة بلدي ممكن ما احطش خالص. وهيبقى طعمها حلو، وهتبقى وجبة كاملة وغذائية بالنسبة لي، وفي نفس الوقت ما بتخنش. ده يا جماعة البليلة زي ما انتم شايفين. يا رب الوصفة تكون عجبتكم وتكون سهلة. وانتظروني في فيديو جديد ان شاء الله على قناتي، واشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.